ياسين بونو ملعب عادي في ازقه الدار البيضاء اللي من احسن حراس المنتخب. كي دار ذاك البيلانتي البارح اش تما 5 افريل 1991 وبالضبط في مونريال. ايتزاد واحد من اكبر الحراس المنتخب ياسين بونو. وفي 1992 يرجع يسكن في كازا في حي مر السلطان. في الاولى يكون لعاب وماشي حارس، وفاش يدير 7 سنين يدخلوا با كحارس نادي الوداد، دري حشومي ومربي وغادي وكيطوال بسرعه، وبدا طالع من الصغار حتى الكبار. وفي الفريق الاول هنا القضيه ما كانت سهله، حيت كان كيتنافس مع جوج حراس كبار انذاك، المياغري في قروش، ولكن كيتسنى غير الفرصه يلعب باش يبين. دقائق قلال كانوا كافيين ان المنتخب قل من 20 سنه يعيط له، وغير بدا في المنتخب كلشي كيهضر عليه، وفرق كبيره باغا تعاقد معاه بحال نادي نيس الفرنسي، ولكن يعطيوه ثمن قليل. بونو يبقى في الوداد، بونو يبين بزاف على قدراته، نوادي بزاف باغيين يخطفوه. وفي 2012 يمشي لاتليتيكو مدريد، ولكن ما شاركش كرسمي. بونو صبر وخدم على راسو في الفريق الرديف ديال اتلتيكو نيت. وفي نفس السنه المنتخب الاول يعيط له. المقابله الاولى كانت ضد توغو. السنه اللي من بعد اتلتيكو شرات حارس اخر يان اوبلاك. بونو شاف راسو ما غاديش يلعب وغير يضيع المسيره ديالو، حتى فاجأ الجميع ومشى لساراغوسا اعاره ويلعب 38 مقابله ما بين 2014 و 2016. من بعد في 2016 يمشي لجيرونا، غادي والمستوى د بونو كيطلع وبلاصتو في المنتخب ما بقاش كتناقش. في 2019 يمشي لواحد من اكبر النوادي في اسبانيا، وهنا كلشي كيهترف بسميتو اف سي سي في، اللي يدير معاهم سنوات خرافيه. اما في المنتخب فبرز الاسم ديالو في كاس العالم 2022 اللي تنظم في قطر، جبدات خرافيه، كلشي كيعيط له مول الضحكه حيت تيخرج بالثقه في النفس وديما الضحكه في وجهه. وحاليا كيلعب في الهلال وتما عاطينو قيمه كبيره حيت 34 عام ومازال النيفو ديالو ثابت. فهاد كان صراحه كان مرتاح، والبارح ضد نيجيريا كان حاسم في ركلات الجزاء، سورتو الاخيره قرا اللاعب النيجيري فينا يضربها ومشى لديك البلاصه، غير ما كانش عارف واش يسيريها الفوق ولا لتحت. الريفلكس خلى المغاربه ما فاهمين حتى لعبه وغير تيغوتوا بحال الحماق. عقبال الكاس اللي ما ديناش من 1976 وعطاونا كلمه في حقه. غادي توصلوا الفيديو حتى الشمال.